عايزك تحكي لي عن اكبر ندم ندمته في حياتك. إمم. أكبر ندم ندمته في حياتي إن أنا خلّصت كلية التجارة شُعبة محاسبة، امم. وأنا كان المفروض أخلّصها إدارة أعمال، ولكن الفكر السائد وده لازم نعلّمه للناس، امم. الفكر السائد اللي الواحد مَر بيه في حياته يقول لأ، إن إدارة الأعمال أعمق وأشمل، عشان كده خلّصت امم. ماجستير ودكتوراه في إدارة الأعمال بقى. اوكي. فساعتها قُلت أنا كنت حابس نفسي في موضوع صغنطط جدًا، امم. لمجرد إنك عشان تشتغل في البنوك وتشتغل مش عارف إيه، لمّا دخلت يعني هي فكرة عدم التجربة يعني، لازم تخوض بنفسك التجربة، لازم. لازم تخوض لمّا التجربة. دخلنا بقى في الماجستير امم. ضيّعنا سنين كتيرة أوي على الفاضي، امم. اكتشفنا إن إدارة الأعمال هي الموضوع كلّه، يعني في امم. أي مؤسسة الإدارات اللي فيها مثلًا بتتكلم على الpublic relation مثلًا أو العلاقات العامة، بتتكلم على المشتريات والمخازن، بتتكلم على التسويق، بتتكلم على المبيعات، بتتكلم على أي إدارة كلّهم إدارة أعمال، حتى الإدارة المالية إدارة أعمال، امم. ما فيش بس غير قطاع المحاسبة جوّه الإدارة المالية، امم. تخيل هو ده بس اللي بياخد محاسبة، شوف الفكر امم. اللي كان مسيطر، فالوعي مسألة كبيرة جدًا، ولكن الشاب اللي مش هيخوض التجربة و2 و3 وعنده القابلية والمرونة إنه يعدّل من مساره، امم. دي الأزمة الحقيقية. أنا قعدت 4 سنين بلا داعي امم. الحقيقة يعني. برضه ندمت إني ما درستش قانون بشكل مطلق، بالمناسبة أنا دارس قانون كمان، يعني واخد ليسانس اه، حقوق كمان، فعلا ما شاء وواخد الله. ماجستير من السوربون في القانون، واخد دكتوراه في القانون من جامعة القاهرة كمان. ما شاء الله. فكل ده عشان حتى طريقة تقديم المناهج لينا ما كانتش مناسبة. امم. يمكن لو كان اتقدم لي ساعتها القانون بالشكل اللي أنا اتعلمته في فرنسا مثلًا، كان زماني درست قانون بس، واختصرت سنين طويلة جدًا، امم. بدل ما درست منهجين كبار، الاتنين فادوني طبعًا فادوني.